نهى، هو انت حاطه كراسي كتير كده ليه؟ عشان احنا جايين نضيف النهارده. طب مش تقولي لي يعني ان احنا جايين نضيف النهارده؟ لا، ما انا عاملها لك مفاجأة. اه، ربنا يستر. وايه الصندوق ده كمان؟ عايزاك تغمض عينك بقى عشان انا دلوقتي هطلع لك المفاجأة. ترى. مين جده ده يا نهى؟ بعدين انت عارفه ان انا ما بحبش احتفل بعيد ميلادي عشان خاطر امي متوفيه اليوم ده. امك ميتة بقالها 15 سنة يا حبيبي. يا زكي افهم، ده سانتا كلوز، وانا عزمته عشان يحقق لنا امنياتنا في اول السنة، وطبعا يرجع لك الميراث بتاعك اللي انت مش عارف تاخده لحد دلوقتي. انتوا مش هتغدونا ولا ايه في ليلتنا دي؟ اركن يا حاج كده انت دلوقتي، معلش. ماشي، اوكي. انت ازاي تكلمه كده؟ سانتا، استنى يا سانتا. استاذ سوكا، ممكن ترجعي لي الميراث اللي انا مش عارف اخده لحد دلوقتي؟ عشان مراتي نهى مخها اتلحس بسبب الموضوع ده. وبعد اذنك الحقينا بسرعه. اول حاجة ان شاء الله تكون سنة جديدة وسعيدة علينا كلنا. تاني حاجة هشرح لك ازاي تعمل اعلان وراثة من غير محامي. لو انت محامي ولسه مبتدئ والاستاذ بتاعك مستخسر فيك المعلومة، كمل الفيديو ده للاخر. مبدئيا كده، اول ما الشخص بيموت اول حاجة خالص بنعملها من تركته ان احنا بنجهزه للدفن. وبعد ما بنخلص التكفين والدفن، ان طبعا تكاليف التجهيز بتكون من تركة المتوفي. بنبتدي نبص على الحقوق المادية زي الديون اللي كانت سايبها، ونبتدي ان احنا نسدها عنه. طبعا بيكون من تركة المتوفي. وبناخد برضو في عين الاعتبار الوصية اللي هو سايبها، بشرط الوصية دي تكون في حدود تلت التركة. أما لو هتزيد عن التلت فلازم بموافقة باقي الورثة. بعد كده بنقسم الميراث على أصحاب الفروض الأول، وهسيب لكم لينك الفيديو بتاع المواريث في الديسكريبشن. وبعدين بنوزع الميراث زي ما احنا اتعلمنا قبل كده، كل فرد بياخد نصيبه والعصبات برضو بياخدوا نصيبهم. ولكن المشكلة مش هنا خالص، المشكلة لو حد من الورثة امتنع عن تسليم الميراث، يعني بمعنى أصح عايز يكوش على الفلوس كلها ومش عايز يدي حد أي حاجة. والحاجة بنعملها إن احنا بنروح المحكمة ونطلع إعلام وراثة رسمي. ده طبعا بيكون ازاي؟ بنقدم طلب لمحكمة الأسرة، بنكتب فيه اسم المتوفي وتاريخ الوفاة وأسماء الورثة واسم الأم باعتبارها الوصية على الأولاد القُصّر، طبعا ده لو فيه قُصّر. وبيتم إرفاق الطلب مع شهادة الوفاة وقرار الوصاية وصورة من بطاقة الرقم الشخصي للمتقدم. وبيتم كتابة صيغة إعلان الوراثة بالجلسة، وفي حالة عدم وجود ورثة غير الأم والأطفال فلا يشترط الإعلان، ويكتفي بحضور الأم أو الوكيل بتاعها اللي هو المحامي يعني. وبيتم تحديد جلسة إعلام الوراثة خلال 3 أسابيع أو شهر بالكتير. ولازم إن احنا نجيب شاهدين من الرجال من الجيران أو المعارف، يعني يسألهم القاضي شوية أسئلة روتينية ليتأكد من حالة الوفاة، ويتأكد كمان إن الميراث محصور للورثة الموضحين في البيان. وبيصدر إعلام الوراثة في اليوم التالي أو في جلسة بيحددها القاضي. طبعا إعلام الورثة ده بيكون مستند رسمي قدام المحاكم والبنوك والمصالح الحكومية وأي جهة. وبعدين بقى لو حد امتنع بنعمل إيه؟ بعمل محضر إثبات حالة في الاسم بموجب امتناع أحد الورثة عن تسليم الحصة الشرعية. بقدم صورة إعلام الوراثة، وبقدم صورة البطاقة، وكشف رسمي مثلا من الضرائب العقارية بالأملاك التي يمتلكها المتوفي. وطبعا بوكل محامي، وبعمل حاجة اسمها إنذار على يد محضر عشان أعرفه إن أنا هاخد إجراء ضده لو ما ادانيش الميراث بتاعي. وعقوبة الامتناع عن تقسيم الميراث بتتمثل في الحبس لمدة سنة كاملة، وده بيكون حد أدنى يعني، مع التكفل بدفع غرامة مالية بتتراوح قيمتها بين 20,000 و100,000 كحد أقصى. وده طبعا طبقا للمادة 49 من القانون رقم 219 لسنة 2017. طبعا عايز تمتنع بعد كده انت حر، ده غير طبعا عقاب الآخرة. كده يكون الفيديو بتاعنا خلص. متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب في القناة عشان يوصل لكم كل فيديوهاتي، وسنة جديدة سعيدة عليكم إن شاء الله. مع السلامة.